واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسلسل الاعتداء على الفلسطينيين الذي لا ينتهي، حيث اقتحمت مجددا فجر اليوم الاثنين مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه إن 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية. وشهد مخيم بلاطة اشتباكات قوية بعد اقتحام قوات الاحتلال له من عدة محاور وبدعوى اعتقال مطلوبين، حيث تصدى لها الشبان الفلسطينيون، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات أمنية. وبداية الحصيلة كانت تشير إلى استشهاد الشاب الفلسطيني محمد أبو زيتون البالغ 32 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة، قبل أن يعلن الهلال الأحمر ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3. والشهيدان الآخران هما بذلك فتحي زياد عبد السلام رزق 30 عاما وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان 24 عاما. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة فجر اليوم وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لاستشهاد الشبان ال3 وإصابة 6 آخرين على الأقل، جروح أحدهم حرجة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض المنازل، كما منعت مركبات الإسعاف أو مركباتها والطواقم الطبية من دخول المخيم وإخلاء الإصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، واعتقلت مواطنين من عائلة عواس. وفجرت قوات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شلال من دون إبلاغ أصحاب المنازل المجاورة، ما أدى إلى إصابة شاب وفتاة بجروح وبفعل شظايا زجاج النوافذ وبإلحاق أضرار مادية جسيمة في عدد من المنازل المجاورة. وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق المساجد في مدينة نابلس دعوات للنفير في وجه الاحتلال الذي يقتحم مخيم بلاطة شرق المدينة، ودعوات للتبرع بالدم. وبارتقاء الشبان ال3 في مخيم بلاطة ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 شهيدا، 36 منهم في قطاع غزة، ومن بينهم 26 طفلا. بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم خلال عملية نابلس تفجير معمل للمتفجرات ومصادرة ما قال إنها أسلحة وذخائر، كما أشار إلى اعتقال عددا من الأشخاص وقتل من سماهم مسلحين في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مئات الجنود شاركوا في عملية اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم. بدوره قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بورادينا إن ما حدث في مخيم بلاطة وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة حقيقية، وهو استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأضاف أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين وجريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لهما فورا، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة وعن هذا التصعيد الخطير المستمر والذي يستهدف شعبنا وأرضه ومقدساته. وأشار إلى أن صمت الإدارة الأمريكية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار. وحي الناطق الرسمي باسم الرئاسة صمود الشعب في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة نابلس وقراها ومخيماتها التي قدمت 39 شهيدا منذ بداية العام الحالي ومئات الجرحى. يعقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة جنين، ما أسفر عن إصابة شاب واعتقال 3 آخرين. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء من مدينة جنين ونشرت قناصاتها على أسطح بعض البنايات في حي المراح وخلى السوحة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 3 فلسطينيين وهم أدهم نبيل جلبوني وأحمد محاجنة الخشخير وساهر محاجنة. وأدارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من المدينة أسفرت عن إصابة شاب بجروح في وجهه وبشظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله نحو المستشفى. واقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية،
فيما جابت مسيرة كبيرة لمستوطنين آخرين الحارات العربية القريبة من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل. ودخل المستوطنون باحات الأقصى بحجة السياحة من جهة باب المغاربة المخصصة للسياح الأجانب، وهو الباب الوحيد الذي تشرف عليه الشرطة الإسرائيلية. وقاد الحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك اقتحاما لمجموعة من المستوطنين، منهم طلبة مدارس دينية وعسكرية. وتلقى المستوطنون من الحاخام غليك شروحات حول الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية خلال جولاتهم في باحات الأقصى. وكانت الشرطة الإسرائيلية عززت من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية وضيقت على الداخلين إلى المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين. وقال أحد حراس الأقصى إن المستوطنين بذلك كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بشكل ملحوظ منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية زمام الأمور. وأضاف أن الاقتحامات باتت تتكرر في فترات السياحة، ولأول مرة يومي الجمعة والسبت على حد قوله. هذا وفي سياق منفصل جابت مسيرة كبيرة لمستوطنين يهود الحارات العربية القريبة من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، ورفع المستوطنون خلال المسيرة الأعلام الإسرائيلية، وهتفوا بعبارات ضد الوجود العربي والإسلامي بالخليل. وأدى المشاركون في المسيرة رقصات تلمودية ودينية عند مداخل الحارات العربية، والتي مروا بها وصولا نحو الحرم الإبراهيمي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إن من المتوقع إبرام عقد لتصدير منظومة الدفاع الصاروخي آرو 3 إلى ألمانيا في غضون شهور قليلة. وأضاف بذلك أبو عزليفي الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية في مؤتمر بجامعة ريتشمان قرب تل أبيب: نحن نتقدم بشكل جيد نحو إبرام عقد آرو 3، وإذا كان بإمكان التكهن نوعا ما أعتقد أن توقيع هذا العقد سيحدث في غضون بضعة أشهر. هذا وعلى صعيد آخر، تحصل البارحة الأحد 21 من ماي 2023 فيلم نصف روح للمخرج التونسي مروان طرابلسي على جائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي قصير ضمن فعاليات الدورة 7 من مهرجان عودة السينماء الدولي بفلسطين. وفيلم نصف روح هو من بطولة عبد القادر بن سعيد وآمنة الحلفاوي وإنتاج هاجر اللافي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. هذا وتنافست على الجائزة مفتاح العودة ضمن 277 فيلما يمثلون 41 دولة، ويعتبر هذا التتويج الثامن للفيلم والمشاركة العالمية رقم 38. وقد تقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتانوى لفريق الفيلم وللسينما التونسية على هذا التتويج الجديد الذي يفتح الأفق على مزيد من الإبداع والتألق من أرض فلسطين.